السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية والتيسير. شكرا لكم على تعليقاتكم، على البارطاج ديالكم، على شئنا تعليقات هنا بارطاج هنا شكرا. وعلى كل حال لكن راه ما حطيتش 4 أيام، كنت نحلم ولا كنت نحلم. المهم شكرا لكم مسبقا على التعليقات اللي غادي تحطوا ان شاء الله، وعلى البارطاج اللي غديروا ان شاء الله، وعلى اللايكات اللي غديروا ان شاء الله، واللي درتوا سابقا ايها الاوفياء الاعزاء الاحباء القريبين من القلب والقلبوب القلب والقلبوب. على العموم انا مش شايفه غير عتقو نايضه جريوا البنات، راه تبلبلات. شنو اخر بلاتي غير شوفوا شي حاجات ما راه كنت سبحان الله شي حاجات تنكون دايزه عليها دابا كي بغيت نعاود نسترجعها باش نقولها ما لقيتهاش. حنا هي عاجل تسريبات ما عرفياش فضيحه، مشوهين قبل الخطوبه. شنو اخر اللي جاب الربحه واللي باغي يفركش لهاد الخطوبه دي، راه هذه غير خطوبه، غير تعارف ماشي خطوبه. الناس راه ماشي حتى خطوبه، تعارف. استغفر الله العظيم. غيتعرفوا العائلات مع بعضياتهم وغادي يثبتوا الكلام باش عاد غتكون الخطوبه. شنو بغيتوا لهاد البنت؟ شنو شروطكم؟ شنو شروطنا؟ شنو غادي ديروا؟ شنو غادي تفعلوا؟ فهمتوا عليا؟ واش غتبان في اليوتيوب اللي اهم شيء ما غتبانش؟ واش لا بنت في اليوتيوب شنو بغات؟ واش غادي دير قناه ولا ما ديرش قناه حتى هي؟ واش انا هادشي اللي تيهمني. يعني المراه غادي تزوج معروف الشروط ديال العرس، بغيت 2 كفاطان 2 من الحاجه 10 من الحاجه، ما بغيت والو. يعني كل وحده وشنو تتشرط. قال لك احسن كيفاش كي تيقولوا لها اقلهن مهرا، ياك احسن يعني النساء اللي اقلهن مهرا، اللي تذكر الحديث يمكن هو حديث او شي حاجه باش نكون صريحه معكم. ولكن اللي تيقول لك النساء اللي اقلهن مهرا كاين اللي مشات بايه قرانيه ودرهم، وكاين اللي تتقول لها سيدي انا راه تنشري راجل، راه انا ما تنشري شيء كونط بونكير، وكاين اللي تتقول له لا يا سيدي السير رخيص تبقى رخيص، وكاين سيدي اللي تتقول له لا سيدي انا خصني على قد المستوى ديالي، واخا هي المستوى ديالي المستوى ديالها عالي جدا، ولكن تتعالى وتترفع وتتبين له انه واو شي حاجه، واخا انه يمشي وغيكتشف انه ديك الشيء، لكن لا انا با تيصرف عليا مليون في الشهر خصني نبقى في نفس المستوى، وهي راه تعطيها 100 درهم في الشهر بزز. على العموم وكاين اللي مستواها فعلا عالي وبا ما مخليهاش شاي وهي مثقفه وقاريه، ومثلا بحال لبنان لازم ندخلوا لبنان قاريه عندها الماجستير ولا الماستر ولا ياك في الحقوق. بنت كانت باينه مفشه في دارها، زات غير في دارها وتتوصلها المنضل اخر الشهر ومعزه مكرمه، يعني سميتو عندها دبلومات عندك، ولكن تواضعات. وشكون شنو شاريه راجل يا سيدي، واتفقوا سميوها كونطرا. انا تنحضركم من دابا عاود باش اللي غادي تجي تبدا تعطيوها حتى هي للراس. حتى هي جات بالكونطرا، تتعرف لبنانو، جايه من طرف لبنانو، تيني كيني ميني، هي سبقاتها لكم لبنان. قالت لك انا يمكن ندخل يمكن ما ندخلش، انا غاديه في تفويجه، انا غادا مفوجه. المهم جاتني من عند الله، يمكن غيمشيو الرجال وتمشي الميمه وتمشي اختو، حيت هي حير لمرات خوه، واخا هو قال السي محمد بوكريشه خصها، حيت ما جاتش عاوتاني ما جاتش لبنان وتمشي حتى لتما وتمشي عند وما تدخليش وما يديروش الصواب وتبقاي مثلا في شي قنت. لا هذا لا يعقل، هذه بدايه اصلا ماشي زوينه، لانه يعقل هاد الناس على كاس داتاي ديالك اللي انت ما تتشربيهش اصلا، او لقمه ديال الديسير او لقمه الكاطو، غادي تبقاي تتسناي انت برا. شوفي كاين شي حاجات خصنا من هذا تقليل ليكي الا داروها هما، وتقليل ليهم الا انت ما دخلتيش.
فهمتي؟ فخلي البساط احمدي عادي، نمشي اللقمه اللي تقد 2 تقد 3 واللي تقد 3 تقد 4 وماشي الامور. الواحد راه ما غاديش ياكل، راه واكل في الطريق وشابع ويخرج من عندهم يمشي يضربها بواحد الصينيه يا لاله الحوت مشوي ولا مقلي، ماشي مهم. المهم شنو هو ديك المجمع، هو ديك كيفاش الفايب غيكون، كيفاش الاحساس غادي يكون، فهمتوا؟ هذا هو اللي بغيت نقول. اما هذاك جري 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 عندك ودابا اللي تنشوف انا باغيين يدخيو يسرى غادي تفشكل. قال لك الخطوبه هذوك غاديين لواحد الوجهه حنا لا نعلم اين هما غاديين. واحد السيده غيدير واحد الخطوبه، غيمشي في نفس النهار ويجي في نفس النهار، يمشي ويجي ان شاء الله بخير وعلى خير، ويرجعوا بصحه وعافيه وتيسير هما ووليداتهم وكل شيء وفرحانين، وتتم الخطوبه بنجاح او التعارف بنجاح، وعقبال الخطوبه قريبا ان شاء الله ياك. ف ويسرى مقتاش لحقاتها تقول غتفشكل وغدير الختانه. هيا كاع لا دارت غتدي الولد يتختن. لا غتدي الولد يتختن، راه غيكون معاه با، غيكون معاه جداتو اللي من باه ياك، غادي ربما خالتها تكون معاه، ربما غتكون معاه جداتها اللي من امها ياك. اختارت هي هذا المسار هذا، بغات تتجه شويه ناحيه العائله ديال الام، باش لانها شافت ان هذه يمكن تكون كوينسيدونس صدفه، ويمكن تكون انها شافت فاتي لما هي مع الام، مع عائله الام، مع عائله الاب عندها مشكل، لان هذوك ما عندهم حتى علاقه، هذوك ما عندهم حتى علاقه بشنو جرى، لا في زنا المحارم ولا في تجاره في البشر ولا شي داكشي اللي وقع، ولا ما بيناتهم وبين مرات الاب شي، ولا بيناتهم بين سي محمد شي. فهمتوا؟ وكوثر تلعب واحد الدور زوين صراحه حسب اللي تيبين لي. انا تتقول لها ما من الاحسن التسامح، وتتقصد به ربما تتقصد به الكل، لان جداتها ما دارت لها والو، جدات يسرى من ما دارت لها والو، جدها ما دار لها والو من فهمتي. حسيتها هاد البنت واش انا غير سؤالي يسرى ليك الا كنتي سبحان الله بالصدفه تشوفي لي، واش ضروري تخصم الاسره باكملها ديال باك باش تصالحي الاسره ديال امك؟ علاش ما ديريش داك التوازن اللي دايره فاطمه؟ هذا عجبتني، ما عندها علاقه حتى بحد. شوفوا حتى انها دابا حاليا هي ولبنينو بحال الصحابات، ما نقولش بحال بنتها، بحال الصحابات، لان لبنينو عقلها واخا هي نقولوا عندها 42 ولا 44 عام بحال اللي تيقولوا، ولكن عقلها ديال واحد البنيته 20 عام 17 تتهبط. شو كي تتهضر مع زنوبه تتهضر بنت 3 سنين، اجي تتهضر مع فاطمه وتتهضر على قد السن ديالها، مخليه داك ما دايراش باريرز، مخليه داك فهمتي داك الفلو بحال اللي تنقولوا، داك التيار بينها وبينها كصديقات، باش تكون واحد الانسيابيه في التعامل. فهمتوا عليا؟ عاوتاني مع المهمه تتحترمها كانها الام ديالها، بواحد الاحترام متبادل ديال الام او ديال الحما، ماشي بحال شي وحدين اللي شفناهم خرجوا تيضربوا في الحق. يا لطيف، هذاك موضوع اخر ربما ندير عليه، الموضوع ديال مريم كان عندها الحق، كانت ظالمه، كانت مظلومه. غادي ندير الا قدر الله ندير واحد الفيديو نعطي رايي بصراحه، نعطي رايي فقط. ما انا ماشي من النوع اللي تنحكم على الناس، ولكن عموما نعطي رايي كشيء خرج للسوشيال ميديا وتطرح امامنا وشفناه، واللي يمكن ياثر على الوجه ديال اليوتيوب المغربي فينا نقولوا، او وجه العائله المغربيه اللي ما تقدمتش بواحد الطريقه اللي تشرف صراحه. للاسف ما جبرتش شي كلمه نقولها باش تكون شويه اخف من ان اللي تشرف، لان داكشي اللي داروا لا يشرف صراحه، لا يشرف ولا ينتمي للعائله المغربيه كعائله مغربيه تنعرفوها. شو ما كان العيب من الكبار ما تيخرجوش الصغار يحطوه في السطل واللي جاي يطل بحال اللي تيقولوا، ويحاولوا ويديروا العصير في كاس كبير. هاد المصطلحات اللي تعلمناها، عوض ما تعلموا شي مصطلحات تفيدنا والله، ولكن على العموم كلشي تينفع، حتى التفاهه مرات كي تتعلمها
تتنفعك باش تتعرف دير كاتيجوري ديال الناس التافهين تحطهم على جنب، بحال اللي حطينا شي ناس على جنب هما كثار، والكاتيجوري المحترمين اللي تعطيو واحد الصفه زوينه للعائله المغربيه وتيعطيو واحد النظره زوينه على جنب اخر، فهمتوا. والان انا تنشوف هاد العائله اللي تتقولوا عليها بين قوسين واللي انا اصلا ما تنبغيش اللي يقول هذه الكلمه، عائله مشوهه، وما بينوا لكم ما شاء الله ما شاء الله. يوسف واحد الولد رغم الظروف اللي داز فيها، رغم انه ادى واحد الواجب ديال واحد الغلطه دارها هو شاب، كيف ما كانت ديك الغلطه ها هو خرج دار اعاده تاهيل لنفسه، ما احتاج شي حد عادي يدير له اعاده تاهيل، وبغى وشرا دار طبعا بمساعده الام ديالو. هنا تنشوفوا الام والابن، نشوف الام كي تضحي وهو في سويسرا، ومن بعد ما خرج وكيفاش سنداتو حتى رجع النفسانيه ديالو ووقف على، ورغم انه هو قوي ما شاء الله، ما عندك ما تسالو يوسف ولا السي محمد بوكريشه الصراحه، لانهم جبروا. هنا تتعرف الدور المراه المغربيه اللي تتقولوا عليها اسره مشوهه حشومه. المراه المغربيه تتوقف في السراء وفي الضراء، كانت ام بحال ام يوسف فاسيه، كانت زوجه بحال لبنينو، كانت اخت بحال اسيا وبحال حليمه، كان اخ بحال عبد الوهاب وحمد، كانوا ولاد العم اولاد الخاله بحال اللي غادي نقولوا فرح، بحال الابتسام، بحال بشرى، بحال صبوح الصغنطوطه ديال اللي هي نقولوا صغنطوطه، كانت واحد السند كبير لمرات عمها في وقت الشده، وكانت تجي وتتعمر عليها البيت ورغم فرق السن بينها وبين زنوبه، الا ان كان واحد التفاهم وواحد الحب هادشي علاش ما تتشوفوش نتوما؟ علاش احنا نتوما غير بغيتوا هذيك اسره مشوهه، بغيتوا او كرهتوا مشوهه، اسره عره، اسره ما عرفياش. نهار خرج السيد من السجن وبغى يوريكم الحب ديالو والتقدير ديالو والخوف ديالو على وليداته بجوج اللي هما شباب، اللي دابا الاولاد الذكور بالذات تحتاجوا الاب ديالهم، فانتوما جيشتوا عليه الجمعيات. وكي بغيت نقول في سياق الكلام غنوجه كلامي للجمعيات مفتاح وحلول، السيده اياها اللي كانت دارت واحد الهبه سميتو في وجه السي محمد بوكريشه، الان انا تنقول لها شابو برافو، دابا انتي حطيتي مجهودك في المكان الصحيح مع الولد البشير، وكي تنقولوا نعطيك سالوتيشن، يعني بحال تنزير لك على يدك سلام حار، تنزير لك على يدك تنقول لك هذه انطلاقه جميله جدا وعجبتيني فيها. اما كي خرجتي في الاعلام وبديتي تقول اللهم هذا منكر، كيفاش الاب تيدوش لولادهم، داكشي انا جاني معليش، هذا الواقع. وربما احنا الا تتقبلوا منا نتوما كجمعيه تنوريكم بواحد الغليطات ديالكم، ما نقولكمش اغلاط لانكم راه ما غاديش عاوتاني نمحيو لكم كلشي ما درتو، واحد الغليطات اللي يمكن يديرها اي حد منهم هذه الاسره هذه اللي ماشي لدرجه اننا نخرجوا نديروا عليها بروباغندا وضجه وتوصل لوكيل الملك وتوصل فيها سين وجيم. هنا مشيتوا في الخطه الصحيحه، حضرتوا السي محمد بوكريشه، وهذا انا اؤيدكم فيه بعيدا عن المحاكم والشرطه وداك الشيء، عطيتوا واحد الانذار، قلتوا له كذا برافو عليكم، صافي وقفتوا هنا جزاكم الله خير. الراجل تيدير واحد المجهودات حتى انه كاع تحرم وليداته، كان خصكم تخرجوا تقولوا للمراه لا ماشي من حقك، الراجل راه تيصلح من حاله تيحاول هذا اغلى، ولكن ماشي من حقك تحرمي اب من وليداته، حرمه شحال من عام ودابا عاوتاني زيدي تحرمي، ولكن ماشي مشكل، ربما ماشي اختصاصكم، ولكن تنحييكم على تدخلكم في الوقت المناسب للعائله ديال سميتو ديال بشير، وتنتمنى يكون ديك الشيء كما شفناه في واحد المنصه ديال الاخ تسمو يوسف، منصه ديال عرب نيوز ما كذبتش، يكون كما شفناه ظاهريا في الاعلام،
يكون حتى باطنيا ان يكون الولد فعلا غادي يتابع بالطريقه اللي قلتو، دكتور ولا جوج الفساني يتابع القرايه ديالو، تيبغي الرياضه ممتاز جدا. علاش ما يكونش عندنا شي حكيميه اخر؟ انا شفت البنيه الجسمانيه ديالو زوينه بزاف، داك الولد فيه ما يعطيك كبنيه جسمانيه، الا تطورات السكيلز ديالو وقرا ليؤهل ان يكون رياضيا مثقفا، فعلاش لا؟ علاش لا؟ برافو عليكم. انتم كي تيدير شي واحد شي حاجه زوينه راه تنصفقوا له صراحه. بحال اللي انا تنصفق لهذيك العائله الاسره مغربيه لواحد النهار نتوما قلتوا عليها مشوهه ودابا ما بقيتوش تقولوها لانه ماشي من حقكم، وعقبنا عليكم وفهمتوا راسكم. برافو نتوما، كلشي تيتعلم، ما كاينش اللي ما تيتعلم، المثقف تيتعلم والجاهل تيتعلم، والكمال لله سبحانه وتعالى. ما غاديش نطول، درت فيديو ربما درت بعض النقاط هنا وهناك، وفي النهايه تنقول ليوسف مبروك. صراحه انا بالنسبه لي تتشرفني الاسره ديالكم، ما شفت فيها يعني في هذا الشهر اصلا غير الخير. العقيقه ديال اسيا اللي كانت اكثر من رائعه، الاحداث ديال الخطوبه او التعارف ديالك اللي غادي يدي ان شاء الله الخطوبه ثم زواج رائع جدا. وريتي ان الشاب ماشي ضروري يخسر مليون ولا جوج باش يمشي يخطب ولا يتعارف. الاهم درتي الاهم، ومن بعد المهم. الاهم الدار درتيها، والمهم انك تتزوج، ماشي ضروري بالملايين، لان في النهايه دوك الملايين اللي غادي نخسرهم في الكارطون وفي شي حاجات تافهه غنخسرهم على عروستي كي تكون عندي في داري. هذاك هو الاهم، باش نصرف عليها مزيان، تلبس مزيان، نساليها مزيان، ناكلو مزيان، نعيشو مزيان. الشهر الاول ولا الثاني هي حامله خاصني نبدا نديها ونجيبها للطبيب، يعني مصاريف. فما نخسرهاش على الكارطون، الورد ديال الميكا، ديال الورد الحرير او التوب اللي تيقولوا الورد الحقيقي، رغم انا اميل الورد الحقيقي صراحه. ولكن هو فهمتي رايي، ماشي شي فرق كبير ديال الفلوس، ولكن كورد السيمبول ديال الحب وديال هذا خصو يكون حقيقي، ما يكونش بحال الحب ما خصوش يكون مزيف، حتى الورد ما خصوش يكون مزيف. شنو اخر؟ يعني ديك التميرات، دوك اللعيبات ديال الطويله ديال 4 5 الناس، غادي 6 الناس ماكسيموم. الا كانت تما كاينه 100 حبه ديال التمر، كل واحد ياخذ تمره وغيهز يديه، غيكونوا كاع حتى 10 الناس راه تكفيهم. داك التويشيات اللي تيديو، داك اللعيبات اللي تيديو العروسه حتى هما غادي يديروا حتى هما باش يحمروا وجههم مع اهل العريس حتى هما، ومشات مدام. والمهم هو الهدف نجوجوا وليداتنا، قسما بالله نجوجوا شويه منا، شويه من اهل العروس، شويه من اهل العريس، ونخليو دوك الوليدات يفرحوا ونقدوهم من الحرام الى الحلال، بحال اللي قال السي محمد بكريشه. وهذا لا يعني انهم كانوا تيديروا الحرام، سمعتوا؟ ولكن ما يمشيوش لطريق الحرام. قوت الكبت الا تيجبر شي نهار واحد نفسه، يا البنت يا الولد، راه كلنا بشر، ربي خلق فينا ديك الغريزه، يمكننا ننزلق يوما ما، واخا غير مره واحده الى في الحرام وندموا عليها. تتوقع وشحال من واحد غلط ومشى في الحرام مره واحده وتاب وبكى. وراك شفتوا حتى يسرى هي وحده، واحد البنيته اللي تعاطفنا معها، اللي مشات للحرام وهي دريريه صغيره، وراه خرجت وقالت لك انا تنتمتع بحياتي، تندير اللي بغيت، ولكن في حدود الحلال، ما تنديرش الحرام. انا امنا بالله ما غاديش نكذبوك، لان درتي الحرام راكي تضري راسك بينك وبين الله. درتي الحلال فالحلال يا رسول الله، ياك بحال اللي تيقولوا، والحلال ليك وبينك وبين الله حتى هو. لا تضرين بشيء ما دامتيه داكشي اللي تديريه بينك وبين الله، ما درتيش ما ماشي مكشوف للعالم. ما غاديش نقول لك عامت بالمايو بان شويه مسدرها، بان كل شيء في الماء، داكشي بينك، داكشي حريه شخصيه. راه السباحات او الرياضيات الكبار عندنا راه تيبانوا في هذا ويوسمون وتيجيو ويوسمون بقلاده ذهبيه او فضيه، وربما تياخذوا حتى هما على اللاعبات اللي لعبوا الكره واسمهم سيدنا. واش كانوا لابسين البرقع؟ كانوا لابسين شورطات وكانوا لابسين صوفيطمات شبه، فهمتي؟ راه ما كانوا بالنسبه للناس اللي تيهضروا على العرق كانوا عاريات بلباس السبور، واسمهم سيدة وسام ملكي. فسمحوا لي حتى هي كانت تعوم بمايو اون بياس في هذا، بانت في وسط الماء.
بنيته د 20 عام، بنيته د 20 عام، من دابا 10 سنين انا اتحدى ان يسرى يمكن تدير ديك اللقطه كي تدير 30 عام، انا اتحدى غتعاودها، فهمتي؟ ماشي 10 سنين، غير 5 سنين. فكل واحد تيعيش عمره. انا ما يمكنليش نحكم على شي حد بعقل شي حد وما تنعرفوهاش، ما تنعرفوش. بحال اللي قالت لبنى السي محمد بوكريشه على فاتي، ملي قالت تباتي ديري صرا، قالت له يمكن تتبات تدير قيام الليل، ربما تدير قيام الليل، شدراك علاش صارا، ربما حنا ما عرفناش يسرى كي تشد بينها وبين راسها شنو تدير بينها وبين اللي خلقها، تبقى تبكي تاخذ القران تطلب الله ربي يوفقها يعطيها شي راجل اللي يستاهلها ويسترها ويستتها، راه هي في النهايه. شوف انا بالنسبه لي ديك اللي تيبقاو يقولوا ديك، نبقى ندق على الواحد حتى تنجعل وحتى دابا انا فاسده، يلاه انا فاسده، يلاه وديروا اللي بغيتو، انا ضد فيكم، غندير اكثر من اللي تتقولوا لي. وهي راه تضر راسها لان دريه صغيره في النهايه. 20 عام شنو هي 20 عام عباد الله؟ راه بنات 40 عام مازال ما داروا عقلهم قسما بالله، وبنات 50 عام مازال تنعرفوا تسمعوا شي ميمه تيقول لك 50 عام تمشي مع برغوش عنده 25 عام وتتصرف عليه. فما نعيبوا على حد، كل واحد ظروفه، كل واحد ونزواته، كل واحد كيفاش يعرف يكونترولي الغرائز ديالو، ماشي شغلنا في شي حد. المهم ما نضروش المجتمع ديالنا. اما ما هو بين الشخص وبين اللي خلقه في الخفاء ماشي شغلنا. حنا تنهضر على ما يقدم للعلن، وهي خبر فلوس بكره ببلاش. مع السلامه.